بسم الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهلا بكم أهلا بكم حبايبي أهلا بكم وينكم أهلا بالبنات وينكم وينكم منتريتكم راني توحشتكم. أول حاجة نبدأ أن نشكر ونرحب بالمتتبعين الجدد. مرحبا بكم ان شاء الله نكون عملت لي فايدة ومتعتكم في الفرجة ولو حتى 1%. هنا حبيت نحكي على البارح كيفاش خليت الماعون عملت قوة من الضعف وقمت لك الماعون. الماما مع الصغار مع الدار مع القرايه مع ساعات ترخ شوي، اما مش مشكل. اخيب حاجه انك تخلي الكوجينه خايذه في الليل، تقوم ما فماش بونيومير جمله الصباح تبدا فايدة هكا. انا نرى روحي تبدا ماذا بيك تلقاها اموام مغسول مش مخبي مغسول هكا. في الليل عملت لها مش في الليل عشويه قبل الخمسة نظمتها حكيت القاعه. هو مش تاع حكين اما ما فيها بأس. شتاي يوم تاع مسحانة ما كي تستحق وتوجب حكا علاش لا. انا فيها منشر تفن عادي سانست البنات هكا. نظفتها صبحت لي بسم الله ما شاء الله بالرسمي كل حاجة في بلاصتها. قعد الماعون هذيك جست للتخب يعني قلت لكم غسلت ونظمته ومن بعد قلت هكاكا البيتزا على النظيف كي مش تبدا طيب فوق طيب ما دخلتوش البنات. لهنا قلت لكم راني كي باش نطيب حاجه راني باش نقول لكم هنا راني زدت البيتزا تو تشوفوها. البيتزا عندي بيتزا باهيه مستحبه مش خايبه بالنسبه لي انا مشكوره والحمد لله وما تقلقنيش. البنات البيتزا السكر مع الخميره والملح مع الفارينه جامي يتحطوا مع بعضهم. السكر مع الخميره باش تتفاعل شويه مع شويه ماء دافي تمشي تخي بيان. قلت لكم الملح مع الخميره انا بنحط فيها كان شويه زيت سبقتكم اللون ما شويه زيت ميم با يمكن 3 مغارف زيت ومن بعد تخدمها في عقلك بالماء ذيك وتتبع باش تعطيك عجينه باهيه. جست هكا تلمها مش تعجنها انا ما نعجنهاش. وهكا شويه بازيليك حطيت فيها شايح. ما عنديش بابي كويسون ما نحيروش حطيت زبده وفرشتها ما عادش نحلها بالقلقال وما عادش نقلق روحي بحكم ولادي يحبذوا البيتزا الخشينه ما يحبوهاش فما فين فما تبدا بات فين وفما تبدا يبيس شويه خشينه شويه ولادي يحبذوا الخشينه دونك هكا واحد ياكل على كيفه. عملت لهم الخشينه على فكر البيتزا البنات. مشينا مرة انا ولادي فطرنا في ريستو انترناسيونال غالي شوية نكون في 70-90 هكا البيتزا. من وقتها قالوا لي ماما ما عادش ناكلوا بيتزا لبرا انتي تعملها ابن وخير وارخص. وعاونوني هو نهارتها فدوا على خاطر عاونوني في الخلاص متاع البيتزا. لا اله الا الله محمد رسول الله. هذيك البيتزا ما حبيتش نفوتكم فيها هيك هاو. قمت الصباح كيما قلت لكم الدنيا نظيفه امورها واضحه. عملت فطايري فطور صباح فيت فيه وهزيت جوجو للقرايه وصممت على باش نطيب لوبيا بالملح هكا لوبيتنا فوحت. راهو شفت فيديوهاتهم فسخه خاطر ساعات نحسه طويل وانا ما نحبش الفيديوهات طويل. انا بيدي كي نتفرج ماذا بيا الشوخت شويه حسي لو عملت شويه باللحم وشويه كعابر يعني شويه مش اللحم دجاج شويه دجاج بالعظام هذيك بالعظام نتاعو خليته والاخر شويه سكالوب رحيتهم مع شويه ندخل في المعدنوس كوا للوبيا جات بنينه ما شاء الله نودكم ولا نشهيكم. ومن بعد خممت باش نعطي شويه هكا فصحى روحي نظفت ساقيه فيت في عملت لها السوا نتاعها. عندي الماتريال نتاعها الكل ديك شوسيت سبيسيال باش نظف الساقين وعملت كيس تيزانه وقلت لهم طب باش نعمل بوز نتاعي. قالت لي بنتي نحب على المقروض نحب على اليويو هاي قلت اللي يحب حاجه يحطها على الطاوله
ويجي يقعد حذايا. قعدت ريحت بالي شويه وكساقيه في بعد ما عملت لها السوام تاعها، حطيت لها الكريمات وحطيتها في الكلاس، شيخت روحي. ابارامون اللي عندها كوليج ولا ليسي مازالت ما خذيتش الريزولتا نتاع التريمستر الاولى، القاعده ربي نجح. نتاعنا. اما انا ديما قعدت نرتاح شويه شويه نقاسم الحديث معاهم، كل واحد عنده حكايه يحكيها لي باش كيف ريفيزلهم العشيه علاش لا نبداو كلنا اكثر توا صغار توا يحبوا العيال رسمي. يقولون قبل والدينا ما كانوش يعاونونا. حبيت نقول لكم انتم شعالين توش تحضروا التريمستر هذه، ننصحوا بعضنا ونعاونوا بعضنا بالرسمي. ننصحكم تبداو من توا الخدمه، خاطر لي كونترول ما تعرفش عليهم وقتاش يبداو. اللي رخ في التريمستر الاولى يكبس روح في التريمستر الثاني ان شاء الله بنجاح. وهنا عشينا هذيك عملت شويه ترشي بسفناريا وهذيك اللوبيا بالكعابر وطرف الدجاج. عشينا البسيط، عشي راجلي وفي الفينيش نقولكم بونوي البنات. وهنا البنات نفكركم بالابوني، مازلت ناقصه ابوني بالرسمي. النومبر دو فيو طلع على ابوني لي فضلا وليس امرا. ما تنسونيش في الابوني اللي يوصل لهنا بطبيعه وعجبوا الفيديو. نقول لكم بونوي وان شاء الله دار ياكل في السفناري.